اهلا بيكم. حلقه النهارده انا مش جاي في تحليل، انا جاي في خناقه. وهنتكلم عن الجزء الاول من مسلسل بلاد هاوندز. بالرغم اني متضايق جدا من المسلسل ده الا انه كان في اوقات كتير منه جيد بشكل كبير. وخلينا استعرض الاول ايجابيات المسلسل عشان بعدين بقى نتكلم براحتنا في الاخطاء الكارثيه اللي خلتني اصلا اعمل الفيديو ده. اهم ميزه في المسلسل ده الاكشن، واعتقد ان المخرج كان مركز على الاكشن اكتر من الدراما بشكل كبير، عشان كده كان في فجوات وثغرات كتير جدا في السيناريو. لكن برضه عشان اكون منصف، السيناريو ما كانش سيء من البدايه، بالعكس هو في بعض الاختيارات او القرارات اللي تم اتخاذها في المسلسل ده وصلته ان اخر حلقتين ما يبقاش ليهم علاقه اصلا بالمسلسل. في البدايه المسلسل قدم لنا شخصيه البطل بطريقه رائعه جدا، ملاكم قوي جدا وصارم جدا من اول تدريبه لحد ما بيبدا قتال في الحلبه. وبالرغم انه قوي جدا الا انه شخص لطيف وما بيميلش للعنف في معظم الاوقات. فده تناقض لذيذ جدا كان في بدايه الشخصيه قدر يربطنا بالبطل. ومن خلال البطوله اللي بيلعبها البطل ده بنعرف هدفه الاول انه يجمع فلوس عشان يقدر يسدد ديون امه. وبيتعرف من خلال البطوله دي على صديقه اللي هيكمل معاه رحله المسلسل. وبنكمل في الحلقه الاولى في استعراض الشخصيه واستعراض هدفه الاهم ان هو يبقى بطل في الملاكمه. وبنكمل الحلقه ان احنا بنبين شخصيه الفيلن ازاي ان هو شخص متحايل وقادر يوصل لاي شيء هو عايزه عن طريق الحيله والرشاوي. وبنبني حواليه هاله مخيفه جدا عن طريق الشخصيه او الشرير المساعد، خلينا نسميه بوما، والمساعدين التانيين اللي معاه اللي بيحركهم عشان يقدر يسيطر على الاطراف اللي عايز يبتزها. ومن ضمن ضحايا الشرير ده هتكون البطل، هينصبوا عليها في قرض وهتكون مطالبه ان هي تسدد مبلغ ضخم جدا في وقت قياسي. ولما بترفض ان هي تسدد بيبداوا يكسروا لها المكان ويبداوا يعتدوا عليه. وهنا البطل بيتدخل وبيدخل معاهم في قتال عنيف جدا، بينتصر في معظمه لحد ما بيحصل اول مواجهه بينه وبين الشخصيه الشريره. وكما هو معتاد في اللحظات اللي زي دي لازم البطل ينهزم عشان يكون عنده دافع اكبر للتطور وفي نفس الوقت للانتقام او رد الحق. لكن الشرير هنا ما بيكتفيش بس انه يكسر ارادته، لا ده بيشوه وشه كمان. ودي اهم لحظه في المسلسل كله، واللي اعتقد ان الاختيار الخاطئ اللي تم في اللحظه دي في السيناريو هو اللي ادى لكل المشاكل اللي جايه قدام.